يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه في ديننا ودنيانا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنور العلم والحكمه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه ولا تجعلنا من اهل البدعه والضلاله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikianlah cara kita pada pagi hari ini, yaitu pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Idrus Al-Amli, yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua, dan kita harapkan moganya bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.